شوف القضية، أنا الإشكال الكبير عندي ماشي في هذاك المغني في حد ذاته، يعني صراحة بصريح العبارة، لأن لو جا هذاك المغني بوحده وطلع فوق الخشبة وبدا تيغني بدوك الكلمات النابية وكذا اللي ربما الأغلبية سمعوها إلى آخره، وكان غير بوحده ولا معاه واحد 10 ولا 15 مثلا ديال الشباب، غنقولوا خصنا نقلبوا على فين تفرض علينا هذا السيد هذا، شكون جابوه حطونا إلى آخره. الرقم الرسمي الشرفة راه ما يفوق 300 ألف شاب اللي جات حضرات. هذوك 300 ألف شاب راه ماشي لقيناهم في الزنقة وجبناهم عمرنا بهم، راه ولادنا هادو. إذا خرجوا من الأسر ديالنا، إذا خصنا نعاودوا نطرحوا السؤال على الأسر، هل تؤدي الأسرة وظيفة التربية؟ ثم غنطرحوا عاوتاني السؤال، هذوك الوليدات ما كانوش ضايعين في الزنقة، هذوك كانوا كيقراو في واحد المجموعة من المدارس اللي هي تابعة للنظام التعليمي المغربي ديالنا حنا. إذا السؤال الذي نطرحه، ما الذي تعده مدرستنا في أذهان أبنائنا؟ ثم هذاك الشاب هذيك الكلمات راه تم بث هذيك السهرة وغيرها، حيت الناس حيت كيفهموا الدارجة الشعبية ففهموا ذاك الكلام الخايب. لكن السهرات الأخرى شنو داز فيها؟ بعض المهرجانات عندنا في المغرب راه تدوز فيها طقوس ديال الحضرة الشركية وفيها كلمات كفرية، ربما هو قال كلام نابي وهذا غير مقبول، لكن راه بعض المهرجانات عندنا كتنظم عندنا في المغرب وتذاع حتى هي في التلفازه ديال القطب العمومي، هذه راه كتقال فيها كلام كفري شركي، يعني يضرب في صميم العقيده، بمعنى لا الاخلاق ولا العقيده ولا العلاقات الاجتماعيه، هذا كله كنلقاوه تيدوز نعم سيدي في القنوات ديالنا التلفزيه ذات القطب العمومي. اللي كنقولوا قنوات تابعه للقطب العمومي معنى انها تمول من اموال دافعي الضرائب. واش الناس يدفعون ضرائبهم حتى يبث لهم هذا؟ اذا كيولي عندنا السم، الاسره ما بقاش كتادي الدور ديالها، خاصها تادي الدور ديالها، بقاو جالسين كنبكيو. التعليم خاصو نعاودوا نوقفوا ليه وقفه صحيحه باش نعرفوا هذا التعليم اش كينتج لينا. وعلى مستوى الاعلام يجب ان يتحمل الاعلام مسؤوليته كامله، كل قناه عندها دفتر ديال التحملات، خاص الناس اللي كيراقبوا هذه الجهه هذه. كاين مؤسسات تراقب القنوات ديال القطب العمومي على ان تؤدي مهمتها، باش كلنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا وما نبقاوش شادين غير في واحد لا راه حدث ديال ان ذاك المغني قال ماشي ذاك المغني قال، لا، هي منظومه يجب اعاده النظر فيها بشكل مسؤول وجاد جدا. الى هذا الشيء ماشي هو اللي تحط لنا في النقاش العمومي اللي ناقشوه الناس باش يداولوه الناس باش نعرفوا رؤوسنا قدامنا من ورانا، شنو غنديروا في النقاش العمومي؟